مهرجان المدينة هذه السنة تحت شعار عطر المدينة. يقولوا عطر المدينة يعني المدينة بعطرها التاريخي وبتاريخها الحاضر وبنفحاتها المستقبلية، أن المدينة لا تعيش ماضيها كما يعيش الشاعر العربي على أطلال بابل، وإنما تعيش ماضيها وتستنتج منها الحاضر إلى المستقبل. هذا بصفة عامة. ثم يجب أن نؤكد أن الفعل الثقافي الذي نروم القيام به في هذه التظاهرات إنما هو يمثل الجبهة الخلفية لمقاومة الإرهاب. لا يجب أن نترك الفراغ حتى لا يعمر هذه الفراغ بأفكار متطرفة. نحن نريد أن نحبب الناس في الحياة، ونريد الناس أن لا يكرهوا الحياة وأن يقبلوا على هذه الحياة. على هذا الأساس دورة 19 فيها جملة من العروض الموسيقية الكلاسيكية من المألوف الفن التونسي الأصيل، ثم جملة من الأسماء في فندق الحدادين، جملة من الأسماء الشعرية والأدبية والتاريخية، وتنشيط شوارع المدينة في بعض الفرق الاستعراضية. هذا إلى جانب دخول أعماق المدينة في مقهى التقليدية هي مقهى الكامور، تقدم فيها جملة من العروض الموسيقية الفردية سوليست، العازفون المتميزون يقدمون عروضا في المقهى الكامور، إلى جانب العرض للفداوي هي معناها صورة تقليدية الحكائين التقليديين في تونس يسمون الفداوي. سيكون في هذا الدور الفنان نزار بوعزيزي في مقهى الكامور. هذا تقريبا التوجه العام لدورة 19 في مهرجان المدينة. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. بدأ يكون في الحقيقة هو عمره 4 سنين فقط، والأربع سنوات الأولى كانت صعيبة لأنه كما تعرف الحالة شوية الفوضى والنقص والصعوبات البيئية والثقافية وغيرها. هو رمز للفرحة، للحب، للجمال وللنظافة وللريحة الفاوحة. ما أحسنش من هذا من كل العناصر الكل كي تتوفر في المواطنة الصحيحة أنه نجعلوا من مدينتنا خضراء وفاوحة في نفس الوقت. متى ينطلق ومتى ينتهي؟ هو ينطلق نهار 3 أو 4 جويلية، يومين، لكن اليومين هذوما فيهم العديد من الأنشطة، فيهم ورشات للأطفال ومسابقات في الياسمين وفي الرسم، فيهم سوق الياسمين اللي هو تثمين لكل الرموز والمواد اللي ننتجوها من الياسمين كالزيوت وكل شيء، وأمام معناها كل الإبداعات الأخرى اللي في وزارة الياسمين تكون موجودة. باش يكون فما لوحة رقص كبيرة في الديوان زاد كيف من إنتاج نادي الرقص بدار الثقافة ببحر. باش يكون فما حفل غنائي كله كاسات معناها باش تكون جملة الأغاني التونسية اللي تتغنى بالفل والياسمين الكل، والأغاني هذه مختارة من الأستاذ وحيد التريكي. كذلك باش تكون فما سهرة شعرية عندها طابع انفتاحي شوية، حبينا نفتحوا على العالم معناه وإن شاء الله يولي من بعد متوسطي ولا عالمي ولما لا كي يكبر بشوية بشوية. مش عندنا شاعر جاي من كندا، شاعر من فرنسا، شاعر من فلسطين، وشاعر من تونس. معناها سهرة الشعر اللي هي نساء ورجال وفي نفس الوقت يتحدثون عن الياسمين عن الياسمين ويشانت معناها الحب والجمال والروائح الطيبة. المهرجانات بصفة عامة في ولاية صفاقس هي عددها 19 مهرجان في كل المعتمديات تقريبا عندنا مهرجانات، لكن ديما تقعد الميزانية المخصصة لدعم المهرجانات ماهيش ميزانية كافية، اعتبارا انه عدد المهرجانات كبير بارابور على ولايات أخرى ممكن. دونك صفاقس محتاجة دعم أكبر. على هذا السنة خدمنا على انه نزيدوا ندرسوا 2 مهرجانات ضمن
دعم وزارة الثقافة. احنا فكرنا حتى بالثلاثة، لكن على الأرجح انه مش تمشي الدعم من وزارة الثقافة لمهرجان المدينة ومهرجان قرقنة، وهذا إيجابي لأنه يفتح باب يعني ممكن للمهرجانات هذه باش تطور المضامين نتاعها وتطور البرمجة نتاعها. اللي معناها مازلنا نحبوه معناها يتطور زاد هو الدعم على مستوى العروض المسرحية، على مستوى العروض الموسيقية، حتى نضمن التنوع، لأنه فما عروض مميزة معناها تسندها وزارة الثقافة. المهرجانات الكبيرة اللي في تونس كما الحمامات وكما كرتاج، نأمل أنه نكون عندنا نصيبنا في جهة سفارس من العروض هذه. ثم بالنسبة للأحياء الشعبية في سفارس زالت ما خدتش خطوة كيف نرجع انه الامكانيات الماديه اللي معناها مرصوده للمهرجانات ماهيش كبيره. اما مع هذه ان شاء الله نعملوا، انا توا في الحديث في الندوه الصحفيه سمعت شكون يحكي الحي الحبيب وبعض الاحياء الاخرى في المدينه. ان شاء الله يكون عندنا نشاط حتى من منجبيه الثقافه في هذه الصائفه. ثم عندنا زاد تظاهرات اخرى كما مسيرة الكتاب وغيرها من التظاهرات اللي ممكن نتحولوا بها الى بعض المناطق داخل ولايه صفاقس. تجمع بين الرجال والنساء، هذا تخصيص. انا من رايي هذا رايي خاص، قد يعانيه كثيرون، لكن ينبغي لنا ان نبتعد منه، لانه هذا من عهد المضى. ينبغي ان نعيش حياتنا ونعيش عصرنا. ثم